بيبدأ مسلسلنا بجيري محامي شاطر جدا وهو رايح لعربيته بيحس ان في حاجة غلط زي ما يكون حد بيراقبه، ولما بيقرب من عربيته بيطلع عليه قاتل غامض بيقتله وبياخد كل الورق اللي كان معاه. وفي مكان تاني بنشوف ميكي هولر بطل القصة قاعد لوحده قدام البحر بيفتكر الحادث اللي حصل له بسبب الأمواج واللي خلاه يوقف شغل الفترة، وبيجيله تليفون من مراته التانية لورانا واللي لسه شغاله معاه رغم انهم منفصلين، وبتقول ان رئيسة المحكمة بتدور عليه وعايزاه يقابلها بس مش عارفة ليه، وبتنصحه يلبس كويس يمكن يكون في امل يرجع يشتغل. فبيثق في كلامها وبيركب احسن عربية عنده وبيتكلم مع مراته الاولى ماجي وبيطلب منها معلومات عن ماري هولدر رئيسة المحكمة، وماجي بتقوله انها ست ملتزمة قوي وبتحب النظام، ولورنا بتكمل ان الست دي مسؤولة عن تعيين القضاة والاشراف على شغلهم. ولما بيروح مايكي يقابل ماري هولدر بتسأله عن علاقته بجيري فينسنت لانه اتقتل امبارح، ومايكي بيقول ان علاقتهم كانت زمالة مش اكتر وكان في بينهم شوية ثقة. والمفاجأة بقى ان جيري كان سايب له مكتبه والقضاة اللي فيه وعلى رأسهم اكبر قضية عنده وهي تريفور إليوت، وبتقوله ان دي هتكون اول فرصة ليه يرجع للشغل وبعد سنة، وهو بيأكد لها انه بقى كويس وتعافى من الادمان وحادث البحر، فبتوافق انها تنقل له كل القضايا بس بشرط انه يجي يتابع معاها كل شوية. وبيرجع مايكل لورنا فرحان بالكمية الضخمة من القضايا وبيروح مكتب جيري وبيمنع الشرطة من تفتيشه لانه بقى ملكه، وهناك بيقابل المحقق جريجر اللي شايف ان القاتل ممكن يكون اسمه في اوراق جيري، بس مايكي بيقوله ان دي دلوقتي بقت اسرار مهنية ويمشي دلوقتي. وبعد كده مايكي بيقترح على لورنا انه يعين سيسكو مساعد ليه رغم انه كان حبيبها زمان، وهي بتوافق وبيجيله تليفون وبيروح يحضر اول جلسة ليه كمحامي بعد الغياب. قضية بنت متهمة بسرقة عقد من واحدة من الشارع، بياخد نسخة من الورق من المحامية التانية وبيطلب من القاضي تأجيل الجلسة ليوم تاني علشان يستعد، وهو خارج بيشوف العقد بعينه وبيكتشف انه مش اصلي. ولما بيقعد يتكلم مع موكلته بيلاقيها بنت طيبة جدا وبيظهر انها كانت في لحظة يأس وكانت مدمنة قبل كده وتعافت زيه بالظبط. وبعد كده بيروح يقابل تريفور إليوت المتهم بقتل مراته وعاشقها، وبيعرفه ان جيري مات وبيقترح عليه يبقى هو المحامي الجديد بتاعه، بس إليوت بيرفض وبيقول انه مش واثق فيه وكمان مش عايز القضية تتأجل. ولما مايك بيروح مكانه جريمة قتل جيري بيلاقي سيسكو بيراقبه من بعيد، ولما بيقابله بيقوله انه فعلا محتاجه يشتغل معاه، وسيسكو بيقترح عليه انه يتواصل مع ماجي مراته القديمة علشان تجيب له معلومات عن المحامي اللي واقف ضده في قضية تريفور. وبالليل ماجي كانت قاعدة مع بنتها مستنية مايكي يجي ياخدها في اليوم المخصص ليه، ولما أخيرا وصل اعتذر على التأخير وخد بنته ورجعوا البيت وتعشوا سوا في جو هادي. بس بعد شوية بيجي جريجز المحقق وبيطلب من مايكي يساعده لأنه الوحيد اللي ممكن يقدر يفهم الورق اللي كان في مكتب جيري. بيسيب له ملف فيه شوية معلومات عن القضية وبيقول إن القاتل ما سرقش فلوس ولا حاجة وهو بس خد اللابتوب والأوراق، وده معناه إن في حاجات مهمة كانت فيهم وهي دي اللي اتقتل علشانها جيري. وتاني يوم مايكي بيروح مع خبير مجوهرات معتمد للمحكمة وبيقابل القاضي وبيعرفوا ان العقد اللي البنت موكلته متهمة بسرقته طلع اصلا مزيف، فالتهمة كده تعتبر باطلة، وبيخلي الخبير يشهد بالكلام ده قدام القاضي. وفعلا مايكي بيكشف ان القضية كلها ملفقة وبيكسبها، وموكلته ليزي بتطلع براءة ولانها مش معاها فلوس تدفع اتعاب المحاماة مايكي بيعرض عليها تشتغل معاه وتبقى السواقة الخاصة بيه، وفعلا بتبدأ توصله في مشاويره وبتوصله بعد كده لبيت تريفور، وهناك سيسكو بيكون مستنيه علشان يعاين مسرح الجريمة وبيبدأ يشوف كل حاجة بعينه، وبيعرف ان الشرطة معاه دليل ان في آثار بارود على هدوم تريفور، وده بيخلي سيسكو يشك انه بريء، وخصوصا ان القاضية اللي هتحكم في القضية معروفة انها صارمة جدا. وبعدها تريفور بيتصل وبيقول لمايكي انه عايز يقابله في مكتبه، وهناك بيصارحوا انه دور وراه وعرف حكاية الحادثة والادمان، وبيقول له انه محتاج منه حاجتين، الاولى انه يبرئه في المحكمة والتانية انه يبرئه قدام الناس كمان ويمنع اي تأجيل في الجلسات. ويبدأ يحكي حكايته وانه زمان ما كانش معروف بس اتعرف على مراته لارا في الكلية واتخرجوا سوا واشتغلوا في نفس الشركة، وبعد كده سابوا الشغل وبنوا شركتهم الخاصة، بس هو كان بيسافر كتير وما كانش واخد باله انها بتزعل وفي الاخر خانته. ولما راح البيت علشان يفاجئها برحلة لقاها مقتولة هي وعاشقها، وبيقولوا انه عمره ما مسك سلاح ولا يقدر يقتلها لانها كانت كل حياته. وبعد ما بيخلص مايكي بيعرف لورنا ان تريفور خلاص عينه رسميا يبقى المحامي، بس هو خارج من المكتب ليزي بتقوله انها لاحظت ان في عربيه بتراقبهم ومش باين مين اللي فيها، ولما مايكي بيشوف العربيات اللي بتراقبه بيلاحظ انها من غير ارقام، وليزي بتقدر انها تبعدهم وبتلف بعربيته في شوارع جانبيه لحد ما يتاكد انهم اختفوا. وبيوصل المكتب واول ما بيوصل بيطلب قائمة بكل الموكلين اللي ممكن يكون عندهم دوافع يقتلوا جيري، وبيبقى قلقان اكتر من نقطة تانية ان جيري اساسا ما كانش عنده اي دليل يقدمه في المحكمة يبرأ بيه تريفور، ودي كانت كارثة. حتى الخزنة اللي في بيت جيري سيسكو بيبلغه ان ظابط صاحبه قاله انها كانت فاضية تماما،
وده بيزود الشكوك، وبيقترحوا على مايكي انه بيطلب تأجيل القضية، لكن هو بيفكرهم ان تريفور رافض تماما اي تأجيل. وفي اللحظة دي لورنا بتفكره ان عنده قضية كمان ساعة ولازم يروح بسرعة، وهو في الطريق بيقرا ملف القضية وبيكلم ماجي بيسألها عن المحامي اللي هيواجهه في قضية تريفور، فبتقول له انه محامي تقيل ومنافس قوي جدا. وبيوصل مايكل موكله الجديد اللي متهم انه اعتدى على شرطي، لكن لما بيقعد معاه الموكل بيحكي له ان الشرطي ده كان صاحبه من زمان بس خطف حبيبته منه، ومن ساعتها هو بيستقصده، ودلوقتي بقى شرطي بيضطهده على طول. ومايكي بيلاحظ ان الكاميرات الامنيه في المكان كانت مطفيه وقت الحادثه، يعني مفيش تسجيل يوضح الحقيقه. وبعد ما بيرجع البيت بيحس ان في عربيه بتراقبه تاني، ولما بينزل يشوف مين فيها بيلاقيها اختفت. وتاني يوم سيسكو بيقوله ان جيري كان بيدفع مبالغ كبيره لمحقق خاص كان ضابط سابق اسمه بروس. ولما مايكي بيطلع يقابل القاضيه هولدر بيطلب منها تصريح يقدر يشوف بيه كشف حساب جيري، وبيبلغها كمان انه بيتعاون مع جريجز، وبيشك ان واحده من القضايا اللي كان ماسكها جيري هي السبب في قتله. وفي نفس الوقت سيسكو بيروح يقابل بروس وبيحاول يستدرجه علشان يعرف اي معلومات عن قضيه تريفور، بس بروس بينكر وبيقول ان جيري ما كانش بيشاركه تفاصيلها. ولما سيسكو بيرجع لمايكي بيقول انه واثق ان بروس مخبي حاجه وانه اكيد يعرف اكتر، ومايكي بيبقى تايه ومش فاهم ايه الدليل اللي المفروض يكون موجود في قضيه تريفور. ولورنا بتقول ان تريفور مشغول ومش هيقدر يقابله في اليوم ده، وسيسكو بينصحه يشتغل باللي في ايده وخلاص. وبيروح مايكل للمحقق جريجز وبيديله قائمه باسماء مشتبه فيهم وممكن يكونوا ليهم علاقه بقضيه جيري. وفي البدايه جريجز مش بيقتنع، لكن في الاخر بيقبلها. وبالمقابل مايك بيعرف ان جيري قبل ما يموت كان بيروح كازينو معين كتير، ودي حاجه غريبه. وسيسكو بيقول ان المدرب اللي مات مع لارا مرات تريفور كان معروف بعلاقاته النسائيه، وممكن يكون القاتل زوج واحده من الستات دي. وفي المحكمة الشاب اللي متهم انه اعتدى على شرطي بيقول للقاضي انه معاه فيديو من كاميرا مراقبة بتوضح ان الشرطي هو اللي بدأ. وفعلا لما المحامي التاني بيشوف الفيديو بيكتشف ان الشرطي كان بيكذب، فبيتراجع وبيوصلوا لتسوية خارج المحكمة. ومايكي بيقول لموكله ان الفيديوهات اللي معاه اصلا كانت فاضية ومش باين فيها حاجة، لكنه فكر صح وقدر يكسب القضية، وبياخد بنته وبيرجعها للبيت. وفي آخر اليوم لورنا بتكتشف حاجة مهمة جدا لما استخدمت ماكينة الطباعة القديمة بتاعت جيري. بتلاقي إن يوم ما اتقتل كان طبع ورقة فيها قرار تأجيل قضية تريفور، وده بيخلي مايكي يستوعب إن جيري ما كانش معاه أي دليل يبرئ تريفور وكان ناوي يأجلها بأي طريقة. وتاني يوم في مكتب القاضي مايكي بيكون واقف قدام القاضي اللي بيعرض عليه تأجيل الجلسة بحجة إنه ممكن ما يكونش مستعد كويس. لكن قبل ما مايكي يلحق يرد تريفور بيتكلم فجأة من غير إذن وبيقول إنه مش موافق على أي تأجيل، والقاضي بيزعق له فورا وبيقول إنه ما يسمحش لحد يقاطع الكلام في المحكمة. فمايكي بياخد تريفور وبيطلعوا يتكلموا بره، وهناك تريفور بيقول له بصراحة إنه لو وقف التأجيل هيجيب محامي غيره، وده بيحط مايكي في موقف صعب. بس في الآخر بيرجعوا سوا للمحكمة وبيعلنوا إنهم رافضين التأجيل رغم إن القضية لسه مش واضحة خالص. وبعد كده مايكي بياخد عربيته وبيروح للكازينو اللي كان بيروحه جيري قبل ما يموت، لكن قبل ما يدخل الكازينو بتتصل عليه لورنا بسرعة وبتبلغه إن مساعدة جيري القديمة ظهرت فجأة وجت على المكتب، وبيقول لها مايك إنه جاي فورا وبيرجع المكتب بسرعة. ولما بيوصل بيلاقي الست مستنياه وبتبدأ تحكي عن جيري وشغله، وبتقول إنه رغم إن علاقاتهم كانت رسمية لكنه كان دايما بيخبي أسراره عن الكل وخصوصا القضايا الحساسة. ولما بيوصلوا للكلام عن قضية تريفور بتقول فجأة إن جيري قبل ما يموت كان دايما بيقول إنه خلاص لقى دليل مهم جدا بس عمره ما قال هو إيه ولا حتى لمح بيه. وبعد ما بتاخد باقي حاجتها من المكتب وتمشي مايك بيقعد مكانه ساكت وبيفكر هو إيه الدليل ده، وهو راجع لعربيته مش بياخد باله إن في عربية بتراقبه وفي شخص جواها قاعد بيتصنت على مكالماته وبيسجل كل كلمة بيقولها. وتاني يوم مايكي بيكسب قضية جديدة في المحكمة، وقبل ما بيخرج من القاعة بتوقفه القاضية هولدر وبتقوله انهم هيتقابلوا تاني كمان ساعة في جلسة تانية. ومايكي بيتفاجئ لان جدول مواعيده ما كانش فيه اي جلسة بالميعاد ده، فبياخد بعضه وبيكلم لورنا علشان يتأكد. وبتدور لورنا في الملفات لكن بتقوله ان مفيش اي ورق عندها عن القضية دي، وإن غالبا الملف كان في شنطة جيري اللي اتسرقت يوم ما اتقتل. وفي الوقت ده في جزء تاني من المحكمة بتكون ماجي بتحضر جلسة استماع مهمة في قضية إتجار بالبشر وهي المسؤولة عنها. وبعد الجلسة المحقق لانجفورد بيبلغها إن المتهم بيخطط يهرب بره البلد ولازم يتحركوا بسرعة ويمنعوه من السفر. وفي نفس الوقت مايك بيوصل المحكمة وبيقابل ماجي اللي بتقوله عن كل ده، وبتفكره كمان إن بنتهم عندها مسابقة كورة قريب ولازم يكون موجود معاها. وبعد المحكمة مايك بيقابل المحقق
جريجز وبيوري له صورة شخص مجهول وبيقول له ان ممكن يكون هو المتهم الحقيقي في قتل جيري، وان القائمة اللي اداها له مايكي قبل كده مش نافعة في حاجة. ومايكي بيطلب ياخد الصورة بس زيجر بيقول له انه هيبعت له نسخة منها بعدين. وبعد كده لورنا بتكلمه وبتفاجئه بمعلومة غريبة، المحامية اللي كانت ماسكة قضية إيلي ويمس زمان هي نفسها المدربة بتاعت بنت مايكي في الكورة، وان المتهم إيلي محجوز دلوقتي في مصحة عقلية بتهمة انه اطلق نار على ضباط شرطة. ومايكي بيرجع المكتب وسيسكو بيكون في انتظاره وبيوري له فيديو غريب. الفيديو ده عن جيري واقف قدام كازينو وبيستلم ظرف كبير من واحد بس ملامحه مش واضحة ومحدش عارف هو مين بالظبط. وفي نفس الوقت سيسكو بيقول ان المحقق اللي كان شغال مع جيري اختفى فجأة ومفيش اي حد شافه من وقتها، وده بيخليهم يشكوا انه ليه علاقة بالقضية او انه ممكن يكون متورط في حاجة تانية. ولان الوضع بقى مقلق سيسكو بيسيب مسدس في درج مكتب مايكي علشان يحمي نفسه لو حصل اي حاجة. وبعدها مايكي بيروح المصحة العقلية علشان يقابل إيلي ويمس وبيحاول يتكلم معاه لكن بيلاقيه تقيل خالص ومش مركز لانه واضح عليه تأثير الادوية والمهدئات اللي واخدها. وبعد ما استلم مايكي قضية إيلي ويمس بيطلب من المحامية اللي قصاده تبعت له نسخة من ملف القضية لانه لسه ماسكها جديد ومفيش عنده اي تفاصيل. والمحامية بتقوله ان إيلي كان قناص في العراق وكان عنده ميداليات كتير بسبب دقته في القنص، لكن حياته اختلفت تماما لما مراته طردته من البيت وبقى ينام في عربيته في الشارع. وفي يوم الجيران سمعوا ضرب نار، ولما الشرطة وصلت لقوا إيلي قريب من مكان وفجأة بدأ يضرب نار على ضباط منهم، وكان بيضرب بعدد طلقات كبير جدا وكأن في حاجة غلط. ومايكي بيطلب من القاضي وقف الأدوية اللي بياخدها ولأنه مش قادر يتواصل معاه ولا يفهم منه أي حاجة. وبعد ما بتشوف الحالة القاضية بتوافق وبتأجل المحاكمة لحد ما إيلي يبقى في حالة أحسن. وفي الوقت ده لورنا بتروح للمكان اللي كان شغال فيه سيفن عشيق لارا وبتسأل المدير عن تاريخه وعلاقاته، فبتعرف منها إنه كان معروف بعلاقاته النسائية كتير والمريبة، وأهم واحدة كانت اسمها نيما شوفار. وأول ما بتسمع الاسم ده لورنا بتتوتر وبتسيب المكان بسرعة قبل ما حد يشك فيها. وأما مايكي فبيروح بالليل لحفلة صغيرة معمولة لوداع جيري وبيبقى موجود فيها اصحابه المحاميين والناس اللي اشتغل معاهم، وبيظهر هناك المحقق لانكفورد وبيبدا يتكلم معاه عن قضيه قديمه كان مايكي خسرها من سنتين وبيفكروا بيها بطريقه مستفزه شويه. فمايكي بيتضايق وبيسيبه ويمشي، وليزي بتلاحظ ان مايكي اتاخر وبتمشي وراه للحفله وبتشوف انه قرب يشرب كحول، فبتدخل عليه بسرعه وبتبعد عنه المشروب وبتديله قهوه بدلها. لكن مايكي بيطمنها وبيقول انه ما كانش هيشرب وانه كان بيختبر نفسه لانه عايز يتغير فعلا، وبيأكد لها انه بيحاول بكل قوته يرجع حضانه بنته هيلي. وتاني يوم لما بيقابل تريفور بيتحركوا على البيت اللي حصلت فيه الجريمه، وفي الطريق بيحذروا انه يروحوا المحكمه بالعربيه الغاليه، وبيسالوا مايكي اذا كان اتكلم مع جيري المحامي اللي قابله عن الدليل اللي ممكن ينقذه من الجريمه. بس تريفور بيقول له ان جيري كان كتوم جدا وما كانش بيحكي عن حاجه. ومكان تاني ماجي والمحقق لانكفورد بيراقبوا المتهم، واول ما بيخرج من المحل مع مراته بيقبضوا عليه. وبيوصل مايكل البيت اللي حصلت فيه الجريمه وبيقول لتريفور انه كان لازم يحسب الوقت اللي اخده المشوار، وبيساله اذا كانوا اتخانقوا قبل يوم الجريمه. وتريفور بيقول له ايوه انهم اتخانقوا بس كان ناوي يصلح علاقتهم لان مراته كانت بالنسبه له كل حاجه. ومايكي بياخد باله من كاميرات المراقبه وبيسمع من تريفور ان اول ما دخل البيت طلع يدور على مراته، ولما وصل فوق لقاها مقتوله. فبيخرج مايكي يساله عن الكاميرات اللي شافها في الطريق وبيستغرب ازاي ما خدش باله ان مراته كانت بتخونه، وبيشكك في كلامه. فبيقول له تريفور انه كان عارف بس ما كانش فارق معاه وقتها لانه كمان خانها وكان عايز يصلح العلاقه باي طريقه. فبيمشي مايكي وهو بيحط احتمال ان القاتل ممكن يكون جوز واحده من الستات اللي خانتهم. وسيسكو بيعرض عليه جوز نيما شيفار واللي بيدير شركه امن خاصه وسبق واعتدى على عشيق لارا قبل كده. وبيقول له سيسكو انه لما حاول يكلم مصدره في الشرطه عن الصوره اللي كان عرضها المحقق جريجز ما لقاش اي رد، وكمان المحقق ما بعتش الصوره ولا ظهر تاني. وبيفضل مايكي يراجع القضيتين بتوع إيلي ويمس وتريفور وبيلاحظ ان الاتنين حصلوا في نفس اليوم، وده بيخليه يشك ان في حاجه مش مفهومه بتحصل. ولما بيخلص شغله وبيتحرك علشان يروح بينزل الجراج وبيتفاجئ ان في حد واقف مستنيه، فبيرجع جاري على مكتبه تاني وحاسس ان في خطر حواليه. واول ما بيوصل المكتب بيطلع المسدس اللي سابه له سيسكو وبيبقى على استعداد لاي حاجه. وساعتها بيتصل عليه المحقق جريجز ومايكي بصوت متوتر بيقول انه يجي بسرعه لانه محتاج مساعدته دلوقتي. ولما وصل المحقق بيأكد انه فتش المكان بس ما لقاش القاتل، وبيبدأ يحكي عن شوية معلومات تخص القاتل وبيقول انه قاتل مأجور وجاي من بره المدينة. ومايكي بيقول ان السبب ورا قتل جيري هو الورق اللي كان معاه، وبعد كده بينزلوا ياكلوا مع بعض ومايكي بيبقى سرحان وبيفكر في اللي حصل، وفجأة بيربط كل حاجة ببعض. ولما المحقق بيرجع مايكي بيشرح له انه فهم ان جريجز هو اللي بعت الراجل اللي كان متنكر على شكل قاتل متسلسل واستناه لحد ما نزل من المكتب علشان يخوفه، والصورة اللي كانت مع جريجز كانت مع
معمولة مخصوص لمايكي، وكمان مايكي استنتج ان سيسكو لما سأل عن الصورة في الاسم ما لقاش رد، لان الصورة دي ملهاش اي وجود رسمي ومفيش حد غير المحقق اللي كان مع نسخة منها، والخطة كلها كانت هدفها يتأكد ان مايكي ما يعرفش حاجة عن اللي قتل جيري. والمحقق فعلا بيأكد كلام مايكي وبيقول انه عمل كده علشان جيري كان شغال مع الفيدراليين قبل ما يموت، فبيتفقوا ان مايكي يطلع في التلفزيون ويقول ان معاه نسخة من الورق ويبقى طعم للقاتل، وفي نفس الوقت الشرطة هتحميه على طول. وتاني يوم فعلا مايكي بيطلع ويقول التصريح، وطول ما هو ماشي بيلاحظ ان في حراسة بتراقبه. وفي نفس الوقت في المحكمة ماجي بتوجه التهم لسوتو انه بيتاجر في البشر وبيعاملهم زي العبيد، وان مشروع دار المسنين مجرد واجهة، والقاضي بيوافق يمنعه من السفر بس مش بيحبسه وبيخليه يخرج بكفالة. وبعد الجلسة لانكفورد بيقول ان موظفين دار المسنين مش متعاونين خالص، ومايكي بيحاول يتواصل مع تريفور بس بيكون بيلعب بالدرون ومش بيرد عليه. فبيكمل مايكي طريقه لإيلي ويمس وبيلاقيه فاق من تأثير الأدوية، وإيلي بيقول انه كان ممكن يصيب هدف من مسافة 700 متر وكان يقدر يقتل الضباط، بس ده ما حصلش. وبيقوله لو عايز يعرف باقي القصة لازم يخرجه من المصحة. وفي نفس الوقت لما بيوصل خبر ان مايكي معاه نسخة من الملفات، بروس بيتصل بيه وبيقول له الكلام ده مش حقيقي ولازم يتقابلوا علشان يوضح له كل حاجة. وبيقول له كمان ان إيلي ويمس ملوش علاقة بقضية تريفور، لكن بيديله لمحة ان جريمة قتل جيري مرتبطة بالقضية دي، وبيتفق معاه على ميعاد يتقابلوا فيه لوحدهم. اما ماجي فبتقابل الشاهد الوحيد اللي وافق يساعدها وبيكون اسمه ديفيد، وبتفهمه قد ايه شهادته مهمة جدا، بس هو بيكون مرعوب ان سوتو هيعرف انه الشاهد لانه ممكن يأذيه او يأذي عيلته. وفي الوقت ده مايكي في الطريق بيحكي للسواق بتاعته عن قضية قديمة خسرها من سنتين كان موكله فيها اسمه خيسوس، وان الشاهدة في القضية دي اختفت فجأة، وخيسوس خد 15 سنة سجن مع انه كان بريء، وده كسر مايكي نفسيا. ولما بيوصل الجراج بياخد عربية ليزي علشان يبعد عن الحراسة، وبيروح مع سيسكو للمكان اللي اتفقوا عليه مع بروس. بس هو في الطريق بروس بيتصل له بيقول له ان في حد كان بيراقب المكان وبيكنسل المقابلة، ومايكي بيرجع لسيسكو ومش قادر يفهم ازاي ده حصل. وسيسكو بيبدأ يشك في العربية وبيستخدم جهاز كشف تنصت، وفعلا بيلاقي جهاز في العربية، فمايكي بيقرر يسيبه زي ما هو علشان يقدر يراقب الشخص اللي بيتنصت عليه. ولما بيرجع المكتب بيطلب من لورنا انها تجيب له ملف قضية خيسوس. وتاني يوم بيروح لإيلي ويمس وبيقول له انه وصل لاتفاق مع المحامي في القضية وانه هياخد سنة واحدة بس ويخرج، لكن إيلي بيرفض. فبيرد عليه مايكي وبيقول له انه مجنون لو فاكر انه ممكن ياخد براءة بعد ما ضرب نار على ضابط شرطة. وقبل ما يمشي إيلي بينادي عليه وبيقول له انه موافق يتسجن، وبيسأله مايكي بعدها عن قضية تريفور وبيستفسر لو عنده اي علاقة بيها او يعرف حاجة عنها، بس إيلي بيأكد له انه ملوش اي علاقة بالقضية وما يعرفش عنها حاجة خالص. وبيبدأ يحكي له عن اللي حصل يوم ما اتقبض عليه، وان مراته كانت طردته من البيت فخرج في اليوم ده وضرب نار على كنز، وقعد فترة يعمل كده وكان فاكر ان مفيش حد سمعه، لكن فجأة لقى انوار وعربيات الشرطة مالية المكان. وبيكون سيسكو بدأ يراقب تحركات بروس بعد ما عرف مكانه، واول ما بروس بيخرج من المحل بيفضل ماشي وراه. وفي نفس الوقت عربية شرطة بتلاحظ ان بروس عمل مخالفة في الطريق فبيوقفوه، وسيسكو على طول بيتصل بمايكي وبيعرفه اللي حصل، والظابط بيطلب من بروس الرخص. واول ما بروس بيفتح التابلو بيكون فيه مسدس، فالموضوع بيبدأ يكبر، والظابط بيطلب منه ينزل من العربية بهدوء. ومايكي في اللحظة دي بيتكلم مع المحقق جريجز بسرعة علشان يتدخل وينقذ الموقف، وفعلا بيتواصلوا مع الشرطة. بس اول ما بروس بينزل من العربية بيكون متوتر ومش مركز، وفجأة عربية جاية عليه بتخبطه وبيموت في مكانه. وعلى الناحية التانية لانكفورد بيتصل بماجي وبيبلغها ان الشاهد ديفيد اتعرض لهجوم، وماجي بتروح بسرعة علشان تطمن عليه، لكن اول ما بتوصل بتلاقي حالته حرجة جدا وفعلا بيموت. وبيكون كده الشاهد الوحيد في القضية مات. وتاني يوم بيروح مايكي وتريفور علشان يجهزوا لاختيار هيئة المحلفين، وتريفور بيرفض يستعين بخبراء وبيقول انه هيختار باحساسه، ومايكي مش بيقتنع. فبيتكلم مع صديقته القديمة وهي استاذة في علم لغة الجسد وبيطلب منها تساعده وبتوافق. وفي الناحية التانية ماجي بتكون في مكتب المديرة وبتعرف ان في انتخابات قريبة وممكن تتغير من منصبها، فبتقول لها لازم تخلص قضية صوته بأسرع وقت او تنسحب منها. في الوقت ده مايكي بيقابل واحدة تعرف الشهادة اللي هربت منه من سنتين، وبيتفق معاها انها تدور عليها لانها كانت زميلتها وبيديها فلوس. وتاني يوم القضية هولدر بتبدأ تعرف هيئة المحلفين بمهمتهم وان اختيارهم تم بشكل عشوائي، والمحامي اللي بيواجه مايكي بيعتمد على التكنولوجيا، لكن مايكي بيشتغل بورقة وقلم. وتريفور بيطلب يشارك في اختيار المحلفين، وده بيقلق مايكي لان تريفور مش عنده خبرة. والناس بتبدأ تعرف نفسها، لكن في واحد بس اسمه بيكون مجهول، والمحامي التاني بيبدأ كلامه وبيحكي للمحلفين عن تفاصيل قضية تريفور علشان يكسب تعاطفهم. وخبيرة لغة الجسد بتبعت إشارة لمايكي يحتفظ بناس معينة، لكن المحامي التاني بيستبعدهم. ولما بيجي دور مايكي
جيري بيعرض فكرة ان الشرطة فاسدة واحيانا بتضلل العدالة، وماجي في نفس الوقت بتدور على شاهد تاني وبتكتشف ان مرات سوتو ممكن تكون الشاهدة لو اقنعتها، وبتكون لازم تتحرك بسرعة قبل ما سوتو يهرب من البلد. وسيسكو بيروح لأنتوني جيفار وبيقول لها تعترف على زوجها لانه هدد عشيق لارا، وبيسيب لها كارت وبيمشي. ومايك لسه في جلسات اختيار المحلفين، وخبيرة لغة الجسد بتبلغه ان رقم 10 معجبة بيه وهتساعده، فبيسيب علامة على رقم معين في الورقة علشان يخدع المحامي التاني. وفعلا في الاستراحة المحامي التاني بيقع في الفخ، ولما بيرجعوا بيستبعد الرقم اللي مايك حط جنبه علامة. وهم خارجين من المحكمة مايك بيقابل واحد من صحاب سيسكو القدامى وبيطلب منه خدمة، ومايك بيوافق علشان يحمي سيسكو. ولما مايك بيتكلم مع خبيرة لغة الجسد عن آخر فرصة بتقول له يختار يخرج رقم 7، ولورنا بتيجي وبتقول له انها عملت تحريات عن المحلف رقم 7 وطلع بينام في عربيته وشكله مريب، فمايك بياخد قرار يخرجه. لكن تريفور بيرفض وبيقول انه مش عايز رقم 10 لانه مش مرتاح لها، وبيصر على رأيه. والقاضي بينادي على المحامين وبيقول لهم حاجة مهمة. وبعدها لما بيرجع مايك المكتب بيسأل تريفور اذا كان ضايق رقم 10، لكن تريفور بينكر وبيقول ان عربيته مش لاقيها، فالموضوع مجرد صدفة. ومايك بياخد القرار انها تمشي، وبكده تخلص فقرة اختيار المحلفين. وفي الوقت ده ماجي بتوصل لمرات سوتو وبتحاول تقنعها تشهد ضده، لكنها بترفض لحد ما ماجي بتوعدها بمحامي يساعدها ويوفر لها الحماية هي وبنتها اللي لسه هتتولد. ولما مايك بيروح البيت بيلاقي المحقق جريجز مستنيه، وبيقولوا ان جيري قبل ما يموت سحب مبلغ كبير جدا من حسابه علشان يشتري حاجة، لكن الفلوس اختفت ومفيش لها اي اثر. والمحقق بيشك انه دفع رشوة، وخصوصا ان في رسائل على موبايله بتقوله انه كان بيوصل حاجة لشخص غامض. ومايك بيفتكر صديق قديم لوالده كان دايما بيساعده زمان في القضايا، وبيقرر يروح ياكل معاه وياخد رايه في اللي بيحصل. وبيحكي له عن الشبهات حوالين الرشوه ومش عارف اتدفعت لمين او ليه، فصاحبه بينصحه يكمل في القضيه وما يسالش كتير. وبعدها بيروح مايك لماجي وبيعرف ان الخدمه اللي كانت عايزاها منه هي انه يبقى محامي مرات سوتو ويوفر لها الحمايه لحد ما تشهد في المحكمه. ومايك بيوافق وبتعزمه ماجي على حفله خيريه، فبيوافق انه يحضر معاها. ولما بيرجع مايك المكتب بيقرر انه يخرج تريفور من القضيه، ويتهم جوز أنتوني جيفار بأنه هو القاتل بسبب العداوة اللي كانت بينه وبين عشيق لارا. وفي نفس الوقت سيسكو بيقول إنه اكتشف إن مهندسة برمجيات اسمها سونيا جالها مكالمة من لارا قبل موتها بيومين، ومايك بيقول إنه هيتصرف معاها. وبيطلب من سيسكو يراقب القاضي المسؤول عن قضية تريفور لأنه ممكن يكون هو اللي أخذ الرشوة، وبيطلب منه يكونوا حذرين في الموضوع ده. وبيروح مايك يقابل القاضية هولدر وبيقول لها كل المستجدات، وهناك بتتفاجئ وبتقول له إن جيري كان صديق قريب من جوزها وكان محامي دفاع زيه. وسيسكو بيتضايق لما بيعرف ان مايك هيحضر محكمة تخص واحد من جماعته القديمة، لكن لورنا بتطمنه لانها بدأت تحقق في حياة القاضي بسرية، وان المطعم بتاعه اللي كان قافل من سنة رجع وفتح من فترة قصيرة، وانها حجزت فيه باسم عريس وعروسة علشان يروحوا يتأكدوا. ومايك في الوقت ده بيروح لشركة سونيا صديقة لارا، وبيعرف منها ان علاقتها بلارا كانت مقطوعة بقالها فترة، وانها لما كلمتها افتكرت ان لارا عايزاها تشتغل معاها في شركه تريفور لان في ناس كتير بتسيب الشركه فجاه. ولما بيرجع البيت بيلاقي ملف خوسيوس قدامه، وبيفتكر ازاي خسر القضيه بسبب اختفاء الشاهده، فبياخد قرار يروح لخوسيوس في السجن وبيحاول يقنعه انه يديه فرصه تانية، وبيوعده انه يدور على الشاهده ويخليها تشهد، وخوسيوس بيوافق. وفي الناحيه التانية لورنا وسيسكو بيروحوا المطعم وبيعرفوا من الموظف هناك ان القاضي شريف، وان الفلوس اللي فتح بيها المطعم مصدرها موثوق. فمايك بيقابل مرات سوتو الشاهده الجديده في قضيه ماجي، وبتطلب منه الحمايه وبتقول له انها عايزه تبدا حياه جديده لانها متاكده ان جوزها ممكن يقتلها لو عرف مكانها. وبيحضر بعدها الحفله الخيريه مع ماجي، وبيقول لها ان مرات سوتو عايزه مرتب كامل لمده سنه وحمايه شامله، وبيأكد ان ماجي تقدر توفر ده عن طريق مديرتها. وفي الحفله بيكلموا واحد من اصدقاء جيري وبيقولوا انه عنده ورق مهم ممكن يساعد في قضيه تريفور، وبيسيبه لمايكي. وتاني يوم سيسكو بيأكد لمايكي ان القاضي شريف وان فلوسه مصدرها موثوق. بعدها مايكي بيروح لبيت ماجي وبيقنعها تعرض على مرات سوتو العرض ده، وبيقول ان الحكومه بتصرف شهرين على ناس كتير علشان يبداوا من جديد. وبيتكلم معاها عن القضيه وبيقول لها ان كل حاجه ضد تريفور، لكنه رافض ياجل المحاكمه. لكن بنته بتستغرب، وده بيخلي مايكي يربط الخيوط ويفهم ان في حاجه غلط. وبيرجع مايكي بنته للبيت وبيروح لتريفور على طول وبيقول له انه اتكشف وان جيري دفع رشوه لواحد من المحلفين لكن مش عارف لمين بالظبط، وانه رفض التاجيل علشان متاكد ان في حد من المحلفين بيسانده. ومايكي بيشك ان المحلف رقم 7 هو اللي اخذ الرشوه، وانه طرد رقم 10 عن قصد، فبيقول انه هينسحب من القضيه. لكن تريفور بيقول انه ما يقدرش لان الموضوع اكبر من كده بكتير،
وبيكشف لتريفور ان جيري رتب كل ده مع المحقق بروس، لكن مايكي مش مهتم لانه بدأ يشك ان تريفور فعلا هو القاتل. وفعلا تريفور بيقول له انه كان عارف ان مراته هتتقتل لكنه ما قتلهاش، وان القاتل الحقيقي هو رئيس عصابة روسي كان مديون له بمبلغ كبير. ولما لارا قررت تطلب الطلاق من غير اتفاق كانت هتاخد نص الشركة والفلوس، فرئيس العصابة الروسي رفض ده وقتلها. وبيفهم مايكي ان الشريك الروسي ده هو اللي كان بيراقبه وبيتنصت على عربيته، وتريفور بيخوفه اكتر وبيقوله انه ممكن الموضوع يوصل لعيلته كمان. وتاني يوم مايكي بيطلب من سيسكو طلب خطير جدا، يراقب المحلف رقم 7، وده فيه مخاطرة كبيرة لأن لو حد عرف ممكن القضية كلها تتقلب عليهم. وكمان بيطلب منه يعرف معلومات أكتر عن العصابة الروسية اللي تريفور قال عليها، ويتأكد إذا كانت الرواية اللي قالها صحيحة ولا لأ. وبعدها مايكي بيقرر يروح المحكمة، لكن المرة دي بعربية مختلفة علشان ياخد احتياطاته. ولما بيوصل بتبدأ الجلسة، والمحامي اللي ضد مايكي بيبدأ كلامه وبيحاول يقنع هيئة المحلفين ان تريفور كان تصرفه في وقت الجريمة بارد وهادي بشكل يثير الشبهات. وبعد كده بيجي دور مايكي وبيبدأ يعرض مرافعته وبيتكلم بثقة وبيشكك في الادعاء. وفي الوقت ده لورنا وهي في طريقها للحمام بتتفاجئ ان مديرة المركز اللي كان شغال فيه عشيق لارا موجودة هناك، وكانت مستنية تشوف تريفور يخسر لانها متأكدة ان هو القاتل. وماجي في الوقت ده بتتكلم مع مايكي وبتقوله انها قدرت تاخد موافقة من مديرة شغلها على برنامج الحماية الكامل لمرات صوته، وده بيديهم دفعة كبيرة في الشهادة اللي جاية. وبيجي اول شاهد في المحكمة وبيحاول محامي الادعاء يثبت ان تريفور كان بيتعامل مع الموقف بشكل بارد ومفيش فيه اي عاطفة، وان ده كان تصرف غريب. لكن لما مايكي بيبدأ يستجوب الشاهد بيقلب الامور تماما وبيدمر شهادته لانه مفيش اي دليل مباشر على الجريمة، لا سلاح ولا بصمات ولا حتى شهود. لكن فجأة بتظهر صورة جديدة في القاعة لتريفور وهو ماسك موبايل وقت الجريمة، والصورة دي بتربك الكل لان محدش عارف هو كان بيعمل ايه وقتها، ودي ممكن تفتح باب جديد من الشك. وماجي بتوصل لمرات صوته وبتبدأ تقنعها تسجل لجوزها اي حاجة ممكن تورطه. وفعلا مرات صوته بتحكي لماجي حاجة مهمة جدا، ان واحدة من صاحباتها اختفت فجأة بعد ما بدأت تدور على حقوقها، وكان العامل المشترك في الموضوع ده محل ورد كان دايما يوصلها هناك ويختفي. وبعدها بترجع البنت لحد ما في مرة بتروح وما بترجعش، وبيبتدي يسوق ويشك. ولما بيلاقي مراته خرجت من الحمام لوحدها بياخد المفتاح وبيدخل وراها وبيتأكد بنفسه ان الحمام فاضي. وبتكون ماجي ساعتها نجحت في تسجيل المعلومات اللي محتاجاها من مراته. وفي المحكمة مايكي بيستجوب بالشاهد الجديد اللي كان مسؤول عن التحقيق، وبيعرف منه انهم قبضوا على تريفور من غير ما يحاولوا حتى يدوروا على مشتبه تاني. ومايكي بيستغل النقطة دي وبيعرض قدام المحلفين ان في شخص تاني عنده دافع قوي للجريمة وهو أنتون جيفار، لان مراته كانت بتخونه مع عشيق لارا اللي اتقتل. وفي نفس الليلة سيسكو بيراقب المحلف رقم 7 وبيشوفه وهو بيرمي الزبالة، فبيروح بعدها وبيفتش فيها وبيلاقي ورقة مهمة جدا. وفي نفس الوقت ماجي بتوصل لمحل الورد اللي مرات صوته قالت عليه، وبتلاحظ ان في شعار مرسوم على جنب المحل وده شعار العصابة معروفة بجرايمها. وسيسكو بيرجع الورقة لمايكي وبيقوله ان المحلف رقم 7 مزور هويته ومش مهندس زي ما ادعى في المحكمة، وده معناه ان تريفور فعلا مدبر وجوده وسط هيئة المحلفين. لكن لسه في مشكلة كبيرة، سيسكو مش قادر يوصل لهوية الشريك الروسي، وبيقوله مايكي ان الراجل ده خطير جدا واي تحرك غلط ممكن يكلفهم كتير، عشان كده مايكي لازم يكسب القضية بأي تمن قبل ما الخطر يوصل لعيلته هو كمان. وماجي بتبدأ تراقب محل الورد كويس وبتعرف ان عامل التوصيل اللي شغال هناك طلع مجرم سابق وتحت مراقبة الشرطة حاليا، وده بيأكد ان كلام مرات صوته كان حقيقي جدا وان في حاجات كتير مستخبيه ورا المحل ده. وفي الناحيه التانيه مايكي بيروح لرئيس النادي اللي سيسكو كان بينتمي ليه قبل كده وبيطلب منه خدمه مهمه جدا، وانه يوفر حراسه لعيلته لانه حاسس ان الخطر قرب منهم. وبعدها بيروح لليزا وبيقول لها انه ما كانش ينفع يشرح لها اي حاجه قبل كده لانه العربيه اللي كانوا بيركبوها كانت متراقبه طول الوقت، وده سبب سكوته. وبيوصلوا بعدها للمحكمه وهناك القاضي بيطلب من المحاميين اجتماع على انفراد، وبيقول لهم ان المحكمه وصل لها خبر ان المحلف رقم 7 مزور هويته وانه كمان ما جاش الجلسه، وده معناه ان حد بلغه وهرب. رغم كده مايكي بيصر انه يكمل المحاكمه، وكمان المحامي التاني بيوافق على استكمالها لان مفيش قدامهم بديل تاني. ولما بيقابل مايكي تريفور بيقوله بصراحه انه ملوش علاقه بطرد المحلف رقم 7 ولا يعرف عنه حاجه، وده بيوضح ان مايكي بدا يشك في نوايا تريفور اكتر. وفي اخر اليوم مايكي بيروح يطمن على ماجي وبنته وبيشوفه من بعيد قبل ما يتحرك ناحيتهم، وبيشوف عربية مركونة بتراقب المكان واللي بتكون هو اللي مأجرها مخصوص علشان تأمن عيلته وتفضل عينيها عليهم طول الوقت. وتاني يوم مايكي بيقعد مع واحدة تعرف مكان جلوري الشاهدة اللي اختفت من قضية خيسوس. الست دي بتقول ان في حالة واحدة ترجع فيها البلد، وهي ان واحد اسمه راج
يتواصل معاها، ومايكي بيسيب لها شوية فلوس علشان تسهل التواصل، وبيتصل بسيسكو يبلغه بالاسم ويخليه يتصرف. ولما بيوصل مايكي للمحكمة بيتفاجئ ان في شاهدة جديدة نازلة تشهد، وهي سونيا صديقة لارا، ومايكي بيطلب من القاضي استبعادها، لكن المحامي اللي ضده بيرفض وبيقول ان مايكي كان على اتصال بيها وبالتالي لازم المحكمة تسمع شهادتها. وسونيا بتحكي عن عبقرية لارا وانها كانت مميزة جدا، لكن بعد جوازها من تريفور اختفت من الشركة ومن كل الناس، وبتلمح ان تريفور كان خانقها جدا. ولما بيجي دور مايكي بيسألها بطريقة ذكية وبيخليها تعترف ان لارا لما كلمتها كانت متوقعة تعرض عليها شغل، وبيكشف قدام المحلفين ان سونيا كانت متضايقة لان تريفور رفض يشغلها في شركته، وده بيقلل من مصداقيتها. وفي الوقت ده ماجي في مكتبها بتحاول تاخد اذن رسمي علشان توصل لموبايل عامل التوصيل اللي بيشتغل في محل الورد، بس مديرتها بترفض، فبتبقى ماجي محبطة لكنها بتكمل بحثها بطرق تانية. وبترجع المحكمة بشاهد جديد، المحلل الجنائي من معمل الشرطة. الراجل بيقول ان في احتمال ان بقايا البارود على هدوم تريفور تكون انتقلت من مكان تاني، لان الكمية اللي لقاها بتدل على انه غالبا هو اللي ضرب نار. ومايكي لما بيجي دوره بيفكر في قضية قديمة حصل فيها خطأ من نفس المحلل، لكن الراجل بيقول ان من وقتها كل تحاليله بتتراجع من مشرفته. ومايكي بيطلب يشوف اسم المشرفة في الاوراق، لكن الورق اللي معاه ناقص، فالقاضي بيستغرب والمحامي اللي ضده بيعتذر وبيقول ان ماكينة التصوير هي السبب. ومايكي بيخرج من المحكمة هو وتريفور، وبيحس تريفور انه خسر خلاص، وبيقول له انه حياته كلها راحت، وخصوصا ان الشريك الروسي مش هيسيب الموضوع يعدي. ومايكي بيرجع المكتب مرهق جدا، وسيسكو بيوصل لمحل راج وبيواجهه وبيقول انه عارف انه على علاقة بجلوري الشاهدة المختفية، وراج بيطلب منه يحافظ على السر ده، وسيسكو في المقابل بيطلب منه يتصل بجلوري ويخليها ترجع. وفي الوقت ده مايكي بيفضل يراجع فيديو قديم كان مصوره جيري بس مش فاهم منه حاجة، فبيقرر يخرج ياكل ويفكر. وهو في الشارع بيروح يقف قدام نفس الكازينو اللي في الفيديو، وبيلاحظ عربيات شرطة بتتحرك في المكان، ولما بيتتبعهم بيوصل لمنطقة صيانة عربيات الشرطة، وبيلاقي العمال لابسين نفس اللبس اللي كان ظاهر في الفيديو. وساعتها بيفهم كل حاجة وبيفك شفرة الفيديو، وبيحس انه اخيرا مسك طرف الخيط اللي هينقذ القضية. وتاني يوم مايكي بيطلب من لورنا انها توصل للدكتورة المشرفة في معمل التحاليل، وكمان تجيب المصور اللي كان موجود في موقع الجريمة. ولما بيوصل للمحكمة بيبدأ يسأل المصور اللي بيأكد له انه كان حاضر في جريمتين، واحدة تخص إيلي ويمز والتانية بتاعة تريفور. وبيقول كمان ان الاتنين تريفور وإيلي ويمز قعدوا في نفس الكرسي في عربية الشرطة. وفي الوقت ده لورنا بتبعت رسالة لمايكي وبتقوله انها وصلت للشهادة التانية، ومايكي بيبقى مستنيها توصل. وعلى الناحية التانية الشرطة بتوقف عربية الورد اللي ليها علاقة بصوته، وبيصادروا موبايل عامل التوصيل، وبعدها لانكفورد بيقدر يفك الشفرة بتاعته علشان يراقب تحركاته وبيتابع علاقته بصوته. وبيوصل الشاهد الغير متوقع للمحكمة وهو عامل صيانة في قسم الشرطة. الراجل بيقول انه مسؤول عن صيانة عربيات الشرطة ولكن مش تنظيفها. ولما مايكي بيعرض عليه صورة العربية اللي اتقبض فيها على إيلي ويمز بيأكد انها نفس العربية، وده معناه ان تريفور وإيلي ويمز ركبوا نفس العربية وقعدوا في نفس الكرسي، وكمان ممكن بقايا البارود تنتقل له. وبعد كده بتدخل الشهادة الأخيرة وهي خبيرة في مجالات علمية كتير، وبتشرح ان الجسيمات اللي زي البارود ممكن تنتقل من شخص للتاني عن طريق التلامس او القعدة في نفس المكان، وخصوصا لو الاول كان لابس هدوم فيها بقايا طلقات. ومايكي بيعرض عليها فيديو لإيلي ويمز وهو بيضرب 90 طلقة نار وبعدها بيتقبض عليه، فبيسألها لو تريفور قعد بعديه في نفس المكان هل ممكن البارود ينتقل له ولا لا، وبتأكد كلامه وان السيناريو ده منطقي جدا. وفي الاستراحة تريفور بيطلع يشكر مايكي على شغله وبيقول انه فعلا انقذه من حكم مؤبد. ولما بيرجعوا قبل ما القضية تتقفل مايكي بيكمل ضغطه وبيقول للمحقق ان الشرطة لما قبضت على تريفور ما بصوش حتى على احتمالية ان انتوني جيفار اللي خانته مراته مع تريفور ممكن يكون هو القاتل، رغم ان عنده سجل اعتداءات. والمفاجأة ان المحكمة بتستدعي انتوني، لكن مايكي بيتصدم لما بيعرف انه اشتغل قبل كده في منظمات تجسس تبع الموساد، ومحاميه بيرفض يخليه يجاوب على اي سؤال علشان العلاقات بين الدول. لكن مايكي بيتصرف بذكاء وبيغير طريقة السؤال، وبيعرف من انتوني ان معاه سلاح وان كل موظفينه مسلحين، وبيفكروا انه هدد عشيق لارا قبل كده. وانتوني بينكر وبيقول انه دايما حذر في استخدام السلاح. ومايكي ساعتها بيسحب ورقته الاخيره وبيعرض فيديو لشيفار وهو بيهدد سيسكو بمسدس، وده بيكسر صورته قدام هيئه المحلفين وبيبعد الشبهه عن تريفور. وفي مكتب ماجي لانكفورد بيقول لها ان تتبع موبايل عامل التوصيل ما وصلهمش لحاجه مهمه، وبيقترح يرجعوا للطريقه التقليديه ويحاولوا يقنعوا عامل التوصيل يقلب على صوته ويتعاون معاهم. وفي النهايه مايكي بيحتفل بانتصاره في القضيه مع تريفور، بس تريفور بيصدمه لما بيقول انه عايز يطلع بنفسه على كرسي
وسط الشهود ويتكلم العالم علشان يثبت براءته بنفسه. فمايك بيتفاجئ لانه كان خلاص هيكسب القضيه من غير المخاطره دي، وبيمشي وهو مش قادر يصدق اللي حصل. وبيبدأ مايك يدرب تريفور على كل تفصيلة في الاستجواب اللي هيحصل في المحكمة، وبيقول ان المحامي اللي هيقابله هيبقى هدفه يطلعه كذاب ومجرم، فبينصحه يركز على حكاية واحدة بس، انه كان بيحب مراته ومستحيل يفكر يأذيها مهما حصل. وفي مكتب ماجي بيبدأ لانكفورد يستجوب عامل التوصيل وبيحاول يضغط عليه نفسيا، بس الراجل بيفضل يضحك وواضح انه واثق ان الشرطة ما عندهاش ولا دليل يربط صوته بالجريمة. لانكفورد بيقترح يكمل الضغط، لكن ماجي بتقرر تلعبها صح وبتخرج تتكلم مع مايك بسرعه وبتقوله انها عايزاه يقنع مرات صوته تلبس مايك خفي وتكلمه وتحاول تخليه يعترف انه قتل الشاهد اللي كان ضدها. ومايك في الاول بيرفض لانه عارف ان صوته ممكن يأذيها، بس ماجي بتوعده انها هتوفر الحمايه. وفي الوقت ده سيسكو بيكتشف حاجه خطيره جدا في شركه تريفور، لكن لسه مش واضح هي ايه بالظبط. وبتبدأ المحكمة وبيجي الدور على تريفور علشان يطلع يشهد بنفسه، ومايك بيبدأ يسأله أسئلة بتوضح قد إيه كان بيحب مراته وإنه ما كانش يقدر يلمسها بسوء، والجلسة بتكون ماشية كويس. لكن لما بيبدأ المحامي التاني يسأله بيقلب الترابيزة عليه وبيسأله لو كان فعلا ناوي يفاجئ مراته ويخرج معاها، ليه جدول موعده ما اتغيرش، ليه ما عملش حجز فندق ولا طيران، وليه كاميرات البيت كانت مفصولة يوم الحادث. وتريفور بيرد إنه كان عارف بخيانة مراته لكنه سامحها لان هو كمان بيخونها. والمحامي بيضغط عليه اكتر وبيقول انه لو كان طلقها كانت هتاخد نص ثروته وده يعتبر دافع للقتل. وتريفور بيكون محضر كويس لكل الاسئله دي وبيجاوب بكل ثقه، لكن اللحظه الحاسمه لما المحامي بيساله عن سونيا وعن العلاقه بينهم، وساعتها تريفور بيتوتر وبيبان عليه الارتباك. ومايك بياخد باله فورا من اللي بيحصل بس بيسكت وبيسيب تريفور يكمل وهو مش عارف اللي هيحصل بعد كده. ومايك في المحكمة بيبدأ المرافعة الأخيرة وبيشرح لهيئة المحلفين إن الوقت اللي كان قدام تريفور علشان ينفذ الجريمة ويغير هدومه ويمسح أي دليل كان 7 دقايق بس، وده وقت قليل جدا. وبيأكد كمان إن لحد دلوقتي الشرطة ما لقوش أداة الجريمة وإن شيفار هو المشتبه الحقيقي. وبعد المحكمة سيسكو بيجي يقول لمايكي إن الكلام اللي قاله تريفور عن الشريك الروسي مش حقيقي ومش منطقي. وبعدها مايكي بيرجع المحكمة وبيطلع حكم البراءة لتريفور، ومايكي بيكسب القضية وبيروح بعدها لإيلي ويمس وبيقول انه هيخرج قريب. لكن ويمس بيفكروا ان تريفور هو اللي بيحتفل دلوقتي رغم ان ويمس هو اللي عمل الشغل كله. وفي نفس الوقت ماجي بتكون مع مرات صوته وبتعلمها ازاي تسجل اعتراف منه بخصوص قتل الشاهد، وبالفعل بتسجله. لكن صوته بيكتشف الموضوع وبيحاول يأذيها، لكن ماجي والدعم بيوصلوا في الوقت المناسب وبينقذوها. وبيرجع مايك لتريفور وبيقول انه عارف الحقيقه كلها، وان سونيا لما قالت ان لارا كانت عبقريه في البرمجه وسابت شركتها علشان تبدا مشروع جديد كانت بتتكلم عن شركتها هي مش بتاعه تريفور، لكن بسبب ملكيه فكريه مع الشركه القديمه ما كانش ينفع اسمها يظهر، فكان تريفور هو اللي بيظهر في الاجتماعات والمقابلات وكانه صاحب الفكره. وان لارا كلمت سونيا علشان ترجع شغلها القديم وتنشر شغلها باسمها من هناك، وتريفور قتلها علشان عارف ان سونيا هتفضحه. لكن تريفور بيرد عليه وبيقول ان السلاح والهدوم اللي عليها دم مش موجودين اصلا. فمايك بيفتكر ان تريفور كان بيتحكم في الدرون من موبايله قبل ما الشرطه توصل، وانه احتمال يكون خبى الدليل باستخدامها. وبيفهم كمان ان تريفور وافق يطلع شاهد في المحكمه مش علشان يثبت براءته لكن علشان يشهر اللعب اكتر ويكسب من وراها. ولما مايك بيساله عن الخطط لقتل جيري ورشوه المحلفين تريفور بيرفض يجاوب وبيعرض على مايك رشوه كمان. مايك بيرفض وبيسيبه يمشي، وهو في الطريق للبيت سيسكو بيكلمه وبيقوله ان جلوري راجع بكره ولازم يجهز نفسه علشان يقنعها تشهد. بس فجاه مايك بيجيله اتصال ان السواق بتاعته الشرطه قبض عليها، ولما بيروح للعنوان مش بيلاقيها، وفجاه حد بيهجم عليه وبيفقدوا الوعي، وبيطلع اللي ضربه هو المحلف رقم 7 واللي قتل جيري كمان. والمجرم بيمسك مايكي وبيحاول يرميه من فوق الجبل، بس مايكي بيستغل انشغاله وبياخد عصايه وبيضربه بيها وبيدخلوا في خناقه مع بعض لحد ما الشرطه بتيجي، والمجرم بيقوم كانه هيسلم نفسه بس بيتزحلق وبيقع لوحده من فوق الجبل. وجريجز بيكون عارف مكانه من الناس اللي كان مأجرهم يراقبوه، ومايكي بيشرح له ان اللي قتل جيري هو المحلف رقم 7 وبيطلع مزور هويته من الاساس. ولما بيرجع مايكي البيت لورنا بتقترح تروح هي بداله وتقابل جلوري وتحاول تقنعها تساعدهم. بعدها ماجي بتيجي تطمن على مايكي، واللحظه دي بتحسسهم ان في فرصه يرجعوا لبعض وبيتفقوا يتعشوا سوا. وتاني يوم جلوري بتيجي المكتب لكن بتلاقي لورنا وبتفهم انها كانت متراقبه، بس لورنا بتهديها وبتقول لها ليه اتصلت بمايكي وقتها وقلت ان خيسوس بريء. جلوري
بتتضايق لانها حست بالذنب لانها هربت وسابت شخص بريء يدخل السجن. وفي مكتب ماجي المحقق لانجفورد بيبلغها ان تسجيل صوته مش واضح كفايه، لكنه ناوي يشهد في المحكمه انه سمع صوته بيقول انه قتل الشاهد، وبكده كل حاجه تمشي تمام. في مكتب مايكي سيسكو بيعرفوا ان المحلف رقم 7 اسمه الحقيقي ماكس، وطلع ضابط جيش سابق وبعدها اشتغل كقاتل مأجور ولسه ناقل للبلد من فتره قريبه. وبيطلب سيسكو من مايكي انه يكمل التحريات عن الراجل ده. وقبل ما مايكي يروح المحكمه بيتفاجئ ان جلوري جايه له المكتب، ولما بيقعدوا يتكلموا بتقول انها محتاجه حمايه من المجرم وكمان من الشرطه، لان اللي كانوا عايزينها تسكت هم مجموعه من الضباط نفسهم. وبتحكي له انها وقت ما كانت مستخبيه في الفندق الشرطه عرفت مكانها وهددتها لو شهدت في المحكمه هيلفقوا لها قضيه مخدرات، وان الحل الوحيد انها تهرب ومحدش يعرف مكانها. ومايكي بعدها بيروح للمحقق جريجز وبيطلب منه يراقب محقق اسمه وينتر، بس جريجز بيرفض في الاول لحد ما مايكي بيقول ان وينتر استخدم سلطته علشان يخوف جلوري، وكمان ساعد الشرطيه اللي هددتها انها تاخد ترقيه كمكافاه. وقتها جريجز بيقتنع وبيوافق يراقبه. مايكي بعد كده بيروح لتريفور ولانه شاكك ان هو اللي بعت القاتل يخلص عليه، وبيهدده مايكي انه مسجل كل حاجه ولو حب يفضحه يقدر يعمل كده. بس تريفور بيرد عليه بكل برود وبيقول انه مبسوط بالخدمه اللي قدمها له ومش فارق معاه، وبيرجع يكمل المؤتمر اللي عامله. لكن الصدمه بتيجي وسط المؤتمر لما واحده بتدخل وتضرب عليه نار قدام الناس كلها وبتقتله، وبتقول انه قتل لارا، والخبر بينتشر في كل مكان وبيقلب الدنيا. وسيسكو بيلاحظ ان مايكي بيترافع عن واحد من جماعته القديمه من غير ما ياخد منه فلوس، وده بيخليه يفكر ان مايكي لسه عنده ولاء لناس زمان. وفي نفس الوقت مايكي بيبدأ يفكر في نظام المحكمة وخصوصا ازاي بيبعتوا دعوات للمحلفين، وبيشك ان في حاجة غلط في الطريقة دي، كأن في حد بيتحكم في الاختيارات من جوه. وقبل ما يخرج من المكتب بيلاقي المحقق زيجر جاي يزوره، وبيبدأ مايكي يشاركه نظريته وبيقول انه حاسس ان الرشوة اللي اتوزعت على المحلفين مش اول مرة تحصل، وان في شخص بمنصب كبير هو اللي ورا كل ده. وبعدها جلوري بتظهر في المحكمة وبتقرر تقول كل الحقيقة، وبتشهد ان خيسوس بريء وان واحد من عملائها حاول يقتلها لكنها قدرت تهرب، وقال لها انه قتل صاحبتها وانه مش هيتحاسب على حاجه. وبتعرف من الشرطه تاني يوم انهم قبضوا على شخص تاني وان المميز فيه انه عنده وشم على دراعه مكتوب بالصيني. وجلوري كمان بتقول ان الشرطيه اللي قابلتها وقتها هددتها انها لو ما بعدتش عن المدينه هتلفق لها قضيه مخدرات، وده اللي خلاها تهرب وتختفي الفتره دي كلها. وبيتم استدعاء الشرطيه، وبعد ما عرفت عن نفسها قالت انها ما كانتش موجوده في اليوم ده وكانت بره المدينه، بس كاميرات المراقبه في الفندق فضحتها وانها كانت هناك في الوقت ده. وفي وقت الاستراحه بيتكلم المحامين مع الشرطيه، ومايكي بيقابل المحقق جريجز وبيعرف منه معلومات خطيره جدا عن القضيه، وان المتحكم في كل ده طلع محقق يعرفه. وبيجري مايكي بسرعه على ماجي وبيطلب منها تفكر في القضيه تاني، وانها لو قدرت توصل لاتفاق يبقى احسن. وبيرجع مايكي يكمل المرافعه وبيقول ان الشرطه راحت تقابل جلوري الشاهده في قضيه خيسوس علشان يهددوها تسيب المدينه، لكن الشرطيه بتبرر موقفها وبتقول ان المشرف عليها هو اللي كان مسؤول، وان ترقيتها كانت واقفه لحد ما نفذت الطلب بتاعه، وساعتها بقت محققه. وبيظهر ان المشرف ده هو المحقق لانكفورد، وبكده ماجي بتخسر قضيتها لان شهاده لانكفورد بقتش موثوق فيها. وبعدها ماجي بتروح لمكتب مايكي وبتقول انها خسرت القضيه بسببه، وان صوته هيخرج ويكمل في تجاره البشر، وبتضايق منه لانه ما حذرهاش وما كانش واثق فيها انها مش هتقول للمحقق لانكفورد على خطته. وده بيخلي العلاقة بينهم تتوتر تاني، وبنتهم بتحبط لأنهم ما رجعوش لبعض. وتاني يوم في مكتب ماجي بعد ما مديرتها خسرت الانتخابات بيجي روبرت الرئيس الجديد وبيقولها إنه مش عايزها في المكتب وهينقلها لقسم تاني، فبتلجأ لمساعدة خارجية. وفي نفس الوقت سيسكو بيروح لقائد الجماعة القديمة وبيعرفه إن الديون اللي عليه هو اللي لازم يدفعها مش مايكي. أما ماجي ففي المحاكمة بتاعتها مع سوتو، وبعد ما خسرت القضية بيدخل الفيدراليين ومعهم مساعد الوزير، وبتعرفوا ماجي إنها نقلت القضية للفيدراليين. وفي آخر جلسة لمايكي قدام القاضية هولدر بيقولها انه عارف انها هي اللي كانت بترتشي عشان تعين المحلفين، وانها قتلت جيري لانه طلب تأجيل المحاكمة كان هيبوظ خطتها. والقاضية استخدمت خبرات جوزها المحامي في اختيار الشخص المناسب في القضية، وكانت بتراقب عربية مايكي علشان تتأكد انه هيكمل في القضية. وماكس طلع واحد من العملاء اللي كان جوزها بيتعامل معهم زمان، وبيجي المحقق جريجز وبيقبض عليها، وبيخرج خيسوس من السجن وبيرجع لعيلته، ومايكي بيرجع يمارس رياضته المفضلة من تاني، بس اللي ما كانش مخطط له ان القاتل كان بيراقبه في الوقت ده. ولهنا بيخلص الموسم الاول. ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لنا شير للفيديو علشان يشوفوا اصحابك، وتعمل لايك وكومنت. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.